أهلا سي محمد، صباح النور. صباح الخير العزيزة عائشة. ذكريات المولد النبوي إن شاء الله تعود عليكم بالصحة والسلامة وعلى الطاقم التقني ديال كاب راديو. صباح الخير لكل مغاربة العالم وكل العرب. إن شاء الله تكون هذه الاحتفالية أو هذه الذكرى تكون إن شاء الله هي إعادة ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما تركه من عطاء وعبادات بيننا وبين الله تعالى، والقبول إن شاء الله يكون للجميع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. بداية نتكلم شوية عن الأمداح وخصوصية هذا اليوم بالنسبة للمغاربة. كنشوفوا بزاف ديال المساجد كي يعني يسهروا في المسجد بالأمداح والأذكار والدروس، حتى بعد الفجر بنشوفوا الأمداح. فكلمنا أكبر عن هذه العادات الجميلة اللي معروفة عن المغرب. سبحان الله، المغرب دائما كان سباق في نشر التربية من خلال مجموعة من المجالات، وأول مجال الذي المغرب تخصصوا له منذ القدم هو حفظ القرآن الكريم. كانت هذه المسألة معروفة عند الأسر المغربية، كل الآباء والأمهات يعني كانوا يركزوا على بناء جيل يعني قريب من الدين وقريب من الله سبحانه وتعالى. والأشياء المحيطة أو الحفلات التي تحيط للجانب الديني اللي هو مثلا على سبيل المثال ذكرى المولد النبوي الشريف لم يقتصر فقط على منطقة واحدة أو على مدينة واحدة. في المغرب يعني يحتفل به دائما أسابيع قبل ليلة المولد النبوي، ثم بعده كذلك بشهر أو أكثر من شهر بعد الليلة، وكذلك قبل الليلة بأسابيع. وهذه الطقوس يعني عرفت عندنا في المغرب في كل المناطق سواء البدوية وكذلك المدنية بإحياء حفلات يعني تقام فيها أناشيد دينية داخل المسجد، أو البردة والهمزية والديوان الحراق والدعاء الناصرية تتلى بداية كما قلت قبل ليلة المولد النبوي ثم بعده بأسابيع. كذلك هناك أسر كثيرة جدا في المغرب تهتم بالحفلات داخل البيوت. هناك من يجتمع كأسرة عائلة يعني في يعني يقيمون حفل داخل البيوت داخل المنزل ديالهم. نعم. كذلك هناك أصدقاء يقيمون حفلات من غير الحفلات التي عرفت في المساجد أو في الزوايا وكذلك في التكايا، كانوا يقيمون حفلات في بيوتهم مع الأصدقاء وحتى في القاعات الخاصة التي تكون للأعراس وللحفلات الخاصة. هناك جمعيات يعني تقوم بإحياء مثل هذه الذكرى الجميلة والتي يتم التعريف بها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر ذلك فقط على الإنشاد والغناء، بالعكس فهناك دروس تكون حول التعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وهناك يعني يتناوبون عليه شيوخ وأئمة بعض المساجد، وكل يوم يكون درس يختلف عن الآخر لأن العطاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محدودا، وكما قال اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كي نتعرف عن ما قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يكون له يعني وقت شاسع وكبير طبعا لنعطيه له جزء صغير من حياته ومن السيرة النبوية. وطبعا يعني مش محتاج الواحد ياخذ درس عشان يعرف السيرة النبوية، يعني الإنسان المفروض هو من نفسه يبحث ويقرأ عن الكتب ديال السيرة النبوية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويتثقف في أمور الدين. يعني ما يبقاش الإنسان أصغر الأمور ما كيعرفهاش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى حشومة عيب في حق الإنسان المسلم. في الحقيقة واجب أن يكون الإنسان يعني يحمل أول شيء يحمله معه قبل بداية أي مشروع سواء كان دنيوي أو غير ذلك هو معرفة يعني حقوق الناس، تعامل مع الناس، عبادة الله تعالى. فالإسلام يعلم الإنسان ويؤطره من الجانب التربوي والروحي والأخلاقي والديني والعطائي وغير ذلك. فلذلك المسؤولية الأولى تبدأ من البيت، لأنه البيت هو المدرسة الأولى التي تساهم في صناعة شخصية الإنسان. كذلك المدرسة أو البداية الأولى للتعليم والكتاب كذلك. فهذه الأشياء يعني نتشارك فيها جميعا. نعم. وهذا دور كذلك للجمعيات التي تعتبر أنها
هي التي تحمل المشروع بناء الإنسان من الطالح إلى الصالح، ومن الفساد إلى الخير. يعني دائما دور الجمعيات ودور المؤسسات ودور حتى القنوات والإذاعات كما نحن معكم اليوم نتشرف بالحضور في هذا البرنامج الجميل لنناقش هذا الموضوع. فلا بد للإنسان أن يجب أن نترك قليلا هذه مسألة الهواتف النقالة واستعمالها، نعود للكتاب، لأن الكتاب هو خير أنيس وهو خير معلم بعد المعلم. طيب احنا عايزين نعود دلوقتي للفن وان احنا نسمع شيء جميل من الأناشيد والأمداح اللي طبعا تعودتوا دائما كتأديوها. إن شاء الله. مرحبا، نسمع مع الفريق. يا نبي سلام عليك. يلا بينا.